الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. النهاردة معانا فيديو عن طريقة رسم الديكور اللي انتوا شفتوه ده جبسون بورد بطريقة مظبوطة. اول حاجة بتعملها ان انت بتاخد الطول والعرض بتاع السقف بتاعك اللي هو المربع اللي انتوا شايفينه دوت، الخطين، الخط طول وخط عرض، وبعد كده بتبتدي ترسم دايرة في النص بالمساحة اللي انت عايزها، وبنفس مستوى الدايرة دوت بتبتدي تاخد عندك 4 زوايا وتوصلهم ببعض زي ما انت شايف البرجل، بحطه على نقطة التلاقي دي وبعمل نص قوس كده باللي انتوا شايفينه ده لحد طرف الزاوية. بنعمل كده في ال4 أركان بطريقة منتظمة، هتلاقيها كلها بتتقابل في نقطة المنتصف بالظبط. أهم حاجة إن يبقى نفس قطر الدايرة هو نفس القطر اللي انت بتاخده من على الطروف. مثلا لو هي على السقف انت بامكانك تاخد الدايرة دي 70 او اكتر او اقل حسب المساحة عندك. وبعد كده هبتدي افتح البرجل بالمسافة اللي انا عايزها تكون الفرق ما بين كل قلب وقلب. يعني انت مثلا ممكن لو هي على السقف ممكن تاخدها 10 12 13 15 حسب ما انت عايز. دي في الاخر هتعمل معانا شكل 4 قلوب، وبقف برضه في نفس الاماكن بتاعتنا ال4 جوانب وببتدي اخد خطوط تانية. الخط المرة دي بيتقابل على الخط اللي بعديه. انت هترسمها بالطريقة ديت هتعمل معاك شكل زي المروحة كده، هتشوفه دلوقتي دوت اهو تاني جنب ودوت تالت جنب، كلهم بنفس فتحة البرجل. واهم حاجة ان انت تحافظ عليها تبقى هي مظبوطة بالظبط. كده ادي التانية وادي التالتة وادي رابع دايرة معانا اهيت. كده رسمت معانا الشكل المبدئي. بعد كده حضرتك هتبتدي تجزأ عشان ترسم القلب بتاعك مظبوط. هتبتدي تجيب المسطرة وهتوصل الطرفين اللي في الطروف الداخليين مش الخارجيين، اللي هما الاتنين المتقابلين من بره. هتبتدي ترسم خط ما بينهم اهي، شايفين دول الداخليين مش الخارجيين. وهبتدي اقيس الخط دوت واقسمه بالنص بالظبط. هنقسم الخط دوت بالنص بالظبط، وبعد كده هنحط البرجل بتاعنا نتأكد ان المسافة مظبوطة، لكن مش هناخد منها نقطة. يعني انا هنا بأكد بس ان المسافة هنا وهنا مظبوطة، ان ده المنتصف بالظبط. هنا كان في فرق حاجة بسيطة، هبتدي اظبطها اهوت عشان الدايرة تطلع معانا مظبوطة والقلب يطلع مظبوط كده مظبوط. هتبتدي من نقطة المنتصف ديت لحد الخط ما هو جاي مع القلب. يعني بص انا هوضحها لك دلوقتي في الصورة. النقطة دي من نقطة المنتصف هبتدي اخد من النقطة ديت لحد نقطة التقابل اللي ما بين الخط ده والدايرة اللي هي النقطة دي، النقطة دي والنقطة دي. كده واضحة بالنسبة لكم اهي تقدر تشوفها. وهبتدي ارسم الدايرة، افتح البرجل بتاعي على قدها بالظبط وابتدي اعمل معايا اول دايرة لفوق. هنا هي الدايرة هتترسم، هنا انا باكد عليها وهبتدي ارسم اول نص دايرة. هنا انا بقفل لحد الخط. دي اول دايرة معايا اهيت. وبعد كده هبتدي اجيب من نفس نقطة النص دي. شوف الدايرة فين انتهت، الدايرة انتهت. هبتدي احط عند نهاية الدايرة وعند اول خط المرسوم وهبتدي اعمل القوس التاني. كده هبقى انا رسمت القلب بتاعي مظبوط بطريقة هندسية مظبوطة، وهيطلع معاك نفس الشكل اللي انت شفته ده. وباذن الله لو ربنا اراد هنزل لكم فيديو ليه بالطريقة بالظبط على جبسون بورد واحنا بننفذه. هنا بقى هنبتدي نعملها في ال4 اشكال تاني اهوت. بنرسم الخط وبعد كده بنقسم الخط نصين، وبعد كده بناخد البرجل. طبعا بالنسبة لك هي المسافات كلها هتبقى مظبوطة. هتاخد البرجل ما بين النص وما بين نقطة التلاقي اللي هي ما بين الخط والزاوية اللي احنا عاملينها بالبرجل في البداية، وهتبتدي ترسم نص قوس، وهتبتدي تاخد من نقطة الدايرة لحد التانية وترسم نص القوس التاني.
هنكرر طبعا الشكل دوت في الاربع قلوب. هنا انا عملت القلب التاني، باكد على الدايره. طبعا هي واضحه عندي بس انا بحاول اتقلها لكم عشان تبقى واضحه عندكم انتوا في التصوير. هبتدي بقى ان انا اشتغل التالتة والرابعة بنفس الطريقة، وكده الشكل هيبقى اكتمل معايا. وبكده انت تقدر تعمل الشكل وتنفذه بالطريقة الهندسية ديت وهيطلع معاك مظبوط بالظبط. هنا اهوت انا بمسح لك اهوت عشان تقدر تشوف الشكل النهائي. لو عجبك الفيديو ما تنساش تدعمنا بالاشتراك، ويا رب يكون نفعناكم ولو بالقليل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.